كلامي للستات اللي بتعمل كده. حبيبة قلبي، انت عارفة انت شايلة كام ذنب باللي انت بتعمليه ده؟ اولا انت شايلة ذنب ان حرمان حلالك منك، ايا كان الاسباب اللي لازم تحاولي تحليها، لان انت طول ما انت في بيته وحرمان منك انت شايلة ذنبه. تاني حاجة، شايلة ذنب اي عادة مش كويسة هو بيعملها. تالت حاجة، شايلة ذنب كل ست أو بنت هو هيعرفها ويدخل معاها في علاقة ويعشمها بالجواز أو يوعدها بأي وعد وتتعشم ويخلى بيها أو يحصل ما بينهم لا قدر الله علاقة. تخيلي بقى أنت شايلة كل الذنوب دي في مقابل أن أنت حرمة نفسك وحرماه من حق ربنا مديهولكوا. طب ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه تحطي نفسك في ده؟ على فكرة ربنا لما خلق العلاقة بين الراجل والست خلقها لتكون دايما من بداية عمركم لنهاية عمركم، وإلا كان جعلها موسمية زي الحيوانات مثلا لمجرد الحفاظ على السلالة والإنجاب. ولكن ربنا جعل العلاقة بين الراجل والست مفيدة للطرفين، ومفيدة ليكي وليه وللوقاية والحفاظ من الأمراض. واقروا ودوروا على الكلام ده. فبلاش موضوع اصل كل واحد عايش لوحده تبقي حارمه نفسك حرماه من حقه الشرعي فيكي، حرماه من حقه الشرعي انه يتجوز غيرك، حرماه من كل حاجه هو ممكن يفكر فيها او من السعاده معاكي، وحارمه نفسك انت كمان من بيت هادي، من حياه سعيده، من ولاد سويين. مش الحفاظ على البيت بوجود بابا وماما اللي هيخلي الولاد سويين، لا، بالعلاقه الحلوه الطيبه اللي ما بينكم. نحاول نصلح قد ما فينا. الجواز ربنا جعله آية من آياته الكبرى، آية لازم الحفاظ عليها. فلما ربنا يرزق حد الجواز نحاول قد ما فينا نصلح. خلاص ما ظبطتش، خلاص يبقى انفصال بالمعروف وتفضل العلاقة طيبة عشان الولاد اللي ما بيننا، عشان الولاد يتربوا برضو في بيئة محترمة وصالحة، لا انتي تشيلي ذنب ولا هو يشيله ذنب. يا ريت الستات اللي بتعمل كده تراجعي نفسك، لانك والله شايله ذنوب كتيره باللي انت بتعمليه، شايله ذنبه وذنب اي ست هيتدخلها معاه في علاقه، سواء كانت هتبقى علاقه حب او علاقه هتتجاوز الحدود بسببك انت. طالما عامله اللي عليكي معاه وهو بعد كده بقى بني ادم فالت، بني ادم بيغضب ربنا، انت عامله اللي عليكي عشان ما يبقاش في حد له حجه عليكي.